سلام سلام يا احلى عائله دياموندات، اكيد دايرين لاباس عليكم وشنو كتعاودوا؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير على خير وفي احسن الاحوال. رجعت لكم اليوم بواحد الموضوع اللي حنا البنات كاملين كيوقع علينا. شوفوا، ماشي غير البنات وصافي، راه بنات ودراري كبار وصغار، كلشي كيطيح في هذا الفخ واللي هو كثرة التفكير او ما يسمى بسيغبونسي. واش عمرك كنتي جالسه نهارك زوينه مرتاحه حتى كيبدا راسك يرجع لشي لقطات وقعوا عليك شحال هادي وتبقاي تحللي وتقولي تصورك قلت بحال هكا كون غير جاوبتها هكا كون كاع مشيت كاع لديك البلاصه. هاد التفكير الزيد البنات ماشي هو الذكاء وماشي هو الحذر، هو واحد السجن كنبنيوه لراسنا وبيدينا. كيبدا بفكره صغيره بحال شي حبه ديال الرمل وشويه كنلقاو راسنا غارقين في جبل ديال المخاوف وكنوليو عيانين وفاشلين وما قادرين نديرو حتى شي خطوه لقدام. خليني نعاود لكم واحد الحاجات انا الناس وقعت لي في هذا الشيء. شوفوا، قبل ما تشوفوني اليوم كنهضر معاكم وقبل ما تبان هاد القناه ديال حكايه اكرام، راه دزت واحد المرحله صعيبه. انا كاتبه قصص وعندي افكار بودكاست وكاش كنقول اليوم غادي نوض نصور واليوم غادي نوض نسجل، ولكن في الاخر ما كنوضش. تخيلوا معايا بقيت بحال هكاك لمده ديال 3 شهور، قسما بالله البنات الا 3 شهور وانا كنأجل في هذا الشيء. تخيلوا معايا 3 شهور وانا محبوسه غير مع الافكار. كنكون قاعده فهمتي يلاه كنبغي نبدا وكنقول كيفاش غادي نبان في الكاميرا. شوفوا البنات، انا راه واخا ما كنبانش، راه غير باش تهدي التليفون وتهضري راه صعيبه شويه في البدايه، غير في البدايه. وكنبقى نقول واش صوتي غيعجب الناس، واش هاد المواضيع والقصص اللي غادي نشارك معاهم واش غيعجبوهم، واش غيتقبلوا هاد القصص اللي غنكتب. كنت خايفه من الحكم ديالكم الصراحه وخايفه من الفشل. حتى لواحد النهار كنت جالسه بحال هكا في بيتي وهو يطلع لي واحد الفيديو ديال واحد البنت حتى هي الله بادي فاتي ديال البودكاست والقصص الله يسهل عليها. بقيت كنشوف فيها وانا نقول مع راسي اكرام شحال بقيت اجلي، يلا نوضي. هاد البنت زعمات وبدات بشي حاجه بسيطه وانت جالسه كتسني شي حاجه تكون مثاليه وما كايناش. المهم ديك الساعه نوضت جبت واحد سكريبت كان عندي اصلا كيف ديجا كنبقى نكتب، وبديت اول خطوه كانت قريبه لقلبي وهي الشعر والقصائد. حيت تما فكرت كنلقى راسي وكنخرج كاع داكشي لداخل ديالي بلا خوف، ومن تما كشي يقول زغرت لي الحياه. وزعمت وبديت في لي بودكاست اللي كتشوفوه حاليا، والحمد لله دابا وليت كندوي عادي. واخا فتره قصيره باش بديت، والله قسم والله تولفتكم وما بقيتش كنقدر نغبر عليكم، وليت باغا غير انت نسجل ونجمع معاكم. ومن تجربتي لقيت بلي كاين 3 ديال الحوايج كيخلونا نخرقوا في التفكير. اول حاجه كنبغيو كلشي يكون بيرفكت من النهار الاول، وهذا اكبر غلط البنات. شوفوا، راه فاش كنبغيو نبداو شي حاجه ضروري ما كندوزو واحد المرحله اننا كنطيحوا ويوقعوا عراقيل، ولكن ما خرجش نستسلموا، بالعكس كملوا قولي عادي هذه غير البدايه، ومن بعد محاولات ربي غيسر ليك وداكشي كامل غيولي غير تعاود. لدرجه تكوني قاعده غير مع ماما كتقولي لا ماما عقلتي داك النهار فاش يلاه بديت وشوفي دابا تبارك الله هاني نجحت وهاني وصلت. وثاني حاجه البنات، هضره الناس، راه هضره الناس اقسم بالله هي اللي كتفشلنا. كنبقاو نفكروا ونقولوا وشنو غيقولوا علينا، شنو غيكون الراي ديالهم، كنولوا عايشين حياتنا بعيون الناس ماشي بعيوننا حنا. وثالث حاجه الخوف من المستقبل، كنحاولوا نلقاو حلول لمشاكل مازال ما وقعات، وهكا كتلقاي راسك كتعطلي بزاف باش تاخدي قرار وكتحللي الميساجات بزاف. هادشي كامل كله اعراض ديال هاد المرض ديال التفكير. وفي الاخر بغيت نقول لك بلي راسك خاص يكون هو المشجع الاول ديالك وماشي هو العدو. كوني حنينه على راسك وتهلاي في داك البنت اللي داخل، وخلي في كومونتير شنو هي اكثر حاجه كتبقاي تفكري فيها بزاف ومطيره لك الناس. كتبيه في التعاليق راه حتى انا كتب حالك واجي نناقشوا نعاونوا. وهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا اليوم. كنتمنى من كل قلبي ان هاد الهضره تكون قاستكم وعطاتكم ولو شويه ديال الامل باش تبداو تزعموا. تهلاو ليا في ريوسكم بزاف، وما تنسوش باللي كل وحده فيكم عندها واحد القوه لداخل ديالها خاص غير تخرجها. السلام عليكم، نشوفكم في فيديو جديد وقصه جديده ان شاء الله. باي باي.